السلام عليكم أختي شيماء، كيف حالك؟ بخير. المهم بدي أبلغ آية. أنا سبحان الله يعني لمدة طويلة مع الاستغفار، وسبحان الله عندما أصل إلى 50,000 استغفار يعني السماء تمطر. يعني وسبحان الله لاحظت هذا الأمر في كثير من المرات. يعني عند بداية لزوم الاستغفار سبحان الله أن يعني أن الاستغفار الكثير يعني لا يطيقه الشيطان. لأنني أول مرة كنت وصلت فيها 50,000 كنت شفت حلم مرعب، يعني لأن الشياطين تتأذى من الاستغفار، خصوصا هذا الذكر. ولما يعني لما رجعت لهذا الورد، يعني 50,000 استغفار، لما رجعت له يعني تقريبا شهرين 3 أشهر، رأيت يعني حلم مرعب، يعني الشياطين تغتاظ من الاستغفار الكثير. وسبحان الله العلي العظيم يعني هذه القضية ديال يعني بمجرد أنني ما أصل إلى 50,000 استغفار السماء تمطر. لاحظت سبحان الله الصبح، أنا البارح أتممت 50,000 استغفار، والصبح كان الجو يعني الشمس يعني في الصبح مع تلك 8 صباحا تقريبا، يعني الجو يعني ساخن، يعني 8 صباحا والجو يعني ساخن. وقلت يعني اليوم ما راح تكون شتاء. وسبحان الله العلي العظيم في المساء تقريبا مع هذيك 5 أو 4 مساء مطرت السماء، يعني الجو تقلب 180 درجة، مطرت. سبحان الله العلي العظيم. مهم أردت أن أبلغ هذه الآية، لأن الاستغفار الكثير يعني كاين الإنسان اللي يعني يجدي معه الاستغفار يعني بأعداد قليلة، وهناك ناس تحتاج استغفار أكثر من 30,000 استغفار وفوق. والمهم أن الإنسان يكثر من الاستغفار قدر المستطاع. وسبحان الله يعني تتم للأوديو السابق. سبحان الله العلي العظيم. البارح قلت يعني لما أتممت 50,000 استغفار، قلت غدا سوف أبدأ في قضاء دين رمضان. سبحان الله العلي العظيم. لحتى تعرفوا أن الاستغفار الكثير يسهل عليكم العبادة. وأنا لاحظت أن الأيام يعني في هذا الشهر، شهر شوال، اليوم طويل، يعني نحن في المغرب يؤذن المؤذن مع 5:43 دقيقة، ويؤذن هذا الفجر، والمغرب يؤذن مع 7 مساء و59 دقيقة. يعني سبحان الله العلي العظيم. الهمة الذي أعطاني الله سبحانه وتعالى بمجرد أن ألهمني أن أستغفر 50,000 استغفار، يعني أعطاني العزيمة لأبدأ في قضاء دين رمضان. سبحان الله العلي العظيم. ما شاء الله تبارك الله. يعني قضاء دين رمضان، كيف فهمت انه المقصود الرمضانات التي مضت في الصيام، يعني إعادة الصيام الأيام التي لم تصمها المرأة في وقت الدورة الشهرية. سؤال: هل الاستغفار يغير الأقدار؟ هذا السؤال سنجيبه في هذه الحلقة، ولا زال هناك قصة بدنا نسمعها إن شاء الله، بس أخذ وقت القصة عشان هذه أنتوا الآن على القناة الثانية، فهذه القناة الثانية ستشارك الفيسبوك بنفس القصة. الله يحييكم ويبارك فيكم. تفقدونا، دونوا تعليقكم، اكتبوا قصصكم، ارسلوها. تعامل مع هذه القناة كأنها سلعة تريد أن، يعني مش سلعة، يعني شيء تريد أن تنصر الله فيه. لما بتعلق وتحث أخ لك على الاستغفار بسبب إنك وجدت شيء وتكون هذا همك هذا الأمر، والله هذا الأمر قد تقايض الله عليه أو تتوسل إلى الله بعمل من هذا القبيل، إنك أنت يا رب إن كنت علمت
إني علقت هذا التعليق عشان أحبب المسلمين وأبين لهم عظمة الاستغفار وعظمة ما وجدت أنت من حقيقة أنت تملكها. شايف؟ هل يغير الاستغفار الأقدار؟ نعم، حقيقة أنت ستملكها. الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم حقيقة يملكونها، فما كان الكلام هيك يعني بالظن. احنا عندنا هنا إن شاء الله خير. جميل، لحظة شوي أشوف قديش طول القصة بالوقت. طيب، مهم جدا إحنا نجاوب على هذا السؤال. كما غير الله بالاستغفار الطقس والجو وأنزل المطر لهذه الأخت ولنا جميعا. يعني أنا أشهد أمام الله أنه عدة مرات الله أمطرنا بفضل الله لما كنا نكثر الاستغفار، وما تروم من هذه السيول والخير العظيم. جفاف لسنين طويلة كان في المغرب، في كل بلاد العربية تقريبا الجفاف، لكن ما شاء الله ملئت السدود بفضل الله، لأنه مستغفرين بالملايين اليوم. فما يمكن لربما ستجد في كل بيت من المبلغين الذين يتابعون محمد حجازي، في كل بيت في مشارق الأرض ومغاربها، بالأخص في منطقتنا يعني. والحمد لله رب العالمين، لو أن الله يعني سهلنا الترجمات، فقد ترجمت أنا اليوم إلى الخلف يمكن 70 حلقة، ولكن قبل رمضان كان في تقريبا كمان 300 حلقة مترجمة للغات أخرى. خلينا يا جماعة، عشان أنا أثبت على الدين وأنصر دين الله وأكون المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ومش تايه ومش عارف حالي لماذا حالي هكذا، هل الاستغفار يغير أقداري أو يغير واقعي؟ نعم، غير واقعك بالاستغفار. اترك ذنوبك والاستغفار سيعينك على ترك الذنوب. مفهوم؟ الاستغفار كأنه هذا الدواء الذي يزيل الأورام، والأورام هي كل شيء خبيث فيك. بتحب الإباحيات، بتحب السقطات، بتحب الغيبة، بتحب النميمة، مبطوح تحت شهوتك، بتحب معاصي وممتثل لأوامر الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. كل تفكيرك سلبي، هموم، ديون، غدا حرب. والله تحت الحرب وتحت القصف سيرزقك الله، وستكون في النار التي كان فيها إبراهيم عليه السلام. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا ستكون أنت مع لزوم الاستغفار وترك الذنب. فأنا لما ببدأ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أبدأ في هذه الكلمة، كثير من الذنوب ستفر عني وتبتعد عني، وأبدأ يصير عندي بصيرة. من أين جاء نأتي بهذا الكلام؟ يا رسول الله كان يقول إنه لا يغان على قلبي. وهذه غشاوة بتخليك انت مع اعمى، مش فاهم انك انت عمال تذنب، وكأنك عمال والعياذ بالله تزني بالشارع والناس شايفتك. فذنب، كل ذنب وكأنه زنا تقترفه، بتصير تستحي على حالك. انت تستحي امام نفسك، يعني انت يعني تقرف هذه الذنوب. مفهوم؟ تقرف من الأغاني، تقرف من المسلسلات، تقرف من الإباحيات، تقرف من الربا، تقرف من كل شيء يغضب الله. لأنه الاستغفار شوي شوي سيعيدك إلى الفطرة السليمة. ونعد إلى الفطرة السليمة. طبعا لا ننسى فضل الله علينا بالاستغفار وسورة البقرة، لكن وحدي لا تأخذ، لا تجمع عشان تبلغ آية. فستجد إن كلمة أستغفر الله تغير واقع. والله قسما بالذي رفع السماء بلا عمد، لو رددت 30,000 مش من باب التحديد، على أساس من باب اللزوم وأنت مشغل نفسك، سترى إن هذا الشر الذي كان يحيط بك يعني تلاشى كأنها غيمة غبار عمت المنطقة. وهذا الذنوب والحياة اللي أنت تعيشها اليوم وأنت بدأت تستغفر الله استغفر الله، وكأن بدأت تنجلي تنكشف، تبتعد عنك، ويبدأ يشرق نهار جديد معك. لكن شوي شوي، مش كل إشي يبدك إياه يوم وليلة. أنا مضغوط، ما يكون مضغوط. أنت كنت تلعب كثير لعبت كثير، قالوا لك دير بالك، كثير قالوا لك انتبه، كثير بعت لك الله رسائل دير بالك. لا، كل ذنب بنقترفه بدفعنا الله عليه ثمن. فالاستغفار يأتي بالخير، فيه وعود يا جماعة. الله وعد إنه إذا أنت
تستغفر بتغير واقعك. ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. أنا أقول لك هذا المتاع الحسن قد لا يعيشه، والله أنا قد يجوز الحلفان على أغلب الظن. فقد المستغفرين الذين لزم الاستغفار وحلقوا مع الاستغفار وهم من أصحاب القصص القوية التي مع بلغوا عني ولو آية، هذول الذين يعيشوا هذه الحياة لأنه أخذوا الأمر محمل الجد. ولما أنت بتأخذ الاستغفار محمل الجد يعني مش 5000 و3000، ليش؟ لأنه بيبقى عندك وقت طويل تكذب وتغتاب ومسلسلات، لكن لما عندك سقف عالي من الاستغفار سينهاك هذا السقف العالي حتى من أن تعلك العلكة، ما في عندك وقت. شتان ما بين واحد بيشغل حاله في ذكر الله وبعد واحد بيشغل حاله في الغيبة والنميمة. الاستغفار عدا عن انه استغفار يغفر الذنوب الله فيه وعود مش موجودة باقي الاذكار يا جماعة، فيه وعود مش موجودة. كيف بدنا نعرف الدين انه حق ولا باطل ولا حديث صح ولا حديث غلط؟ اذا نقرأ كتاب الله ويعطينا الله كل شيء، ولا ليش مغلبين حالنا احنا اذكار وصلاة على رسول الله وحوقلي وكذا وكذا وكذا؟ هذا بيثبتك على الدين. هذا الأمر، هذه الأذكار لما أنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا تجد كذا، ولما أنت تفعل ما قال رسول الله فتجد، هذا يثبت الرسول عليه السلام كلامه صح. فأنا كنت محروم بسبب ذنوبي، مفهوم؟ إذا الذنب يحول بينك وبين فهم الدين كله. ولو كنت عالم مش رايح توصل الرسالة، والله ما رايح توصل الرسالة إذا أنت بتظن إنك فهمان، لأنك قارئ 500 كتاب وأنا مش قارئ ولا كتاب. الاستغفار كلمة ترددها تنقلك من الذل، من المذلة إلى العز والكرامة، من الفقر إلى الغنى، من الجوع إلى الشبع، من التيه إلى الهداية، من الظلمات إلى النور. كلمة أستغفر الله هي كلمة من أعظم الكلام الموجود، ولا ربما تكون اسم الله الأعظم، ولا ربما ما جزمتش في ناس تتصيد في الماء العكر. كلمة تقولها أستغفر الله قمة العبودية لله. لازم تفهم إنه كلمة أستغفر الله دائما تذكرني بذنوبي، في عيوبي، في أني عبد، أنا مقصر، لي رب عظيم يراقبني يراني، لا تخفى عليه خافية، لا في ليل ولا في نهار ولا في سر ولا في علانية ولا في همس ولا لمس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الكلمة لما تقول أستغفر الله فهذا الغين يزال عن القلب فتنفتح البصيرة إنك أنت وكأنك بذنوبك كأنك تزني في وضح النهار والناس شايفتك، فتستحي وتتراجع. رددها وأكثر منها ولا تتراخى. لايش بتتراخى؟ مش فاهم أنا ليش بتتراخى. لسانك بإيش مش يغلو؟ مكثر الأوراد لإيش؟ يعني أنت مكثر بيت ورد لإيش؟ شو بدك؟ شو الهدف؟ بالاخر مهموم كل هالاوراد وكل هالحفظ وكل هالاشياء اللي بتعرفها، بالاخر انت ضايع. والله لو جئت بمنبر الشيخ وقلت له اعطيني حقيقة ايمانك يا اخي، اعطيني حقيقة ايمانك، اعطيني يا اخي هاي الاحاديث اللي بتقراها وبتقراها علينا هل وجدتها؟ بسكت. احنا موعدنا الجنة، احنا موعدين بالمهدي، هكذا بقول لك. ايش موعود انت؟ فكلمة استغفر الله هي كلمة تأخذك من التيه، من الضبابية إلى الحقيقة التي عاشها صحابة رسول الله. انتقلوا من علم اليقين أن كلام الله وأحاديث رسول الله الصحيحة على الأقل هي صحيحة وهي حق ولا يجوز الطعن فيها أو الشك فيها، فمن خوفك أن تفوت على الجهنم فتنقلك من إنك أنت يا أخي هذا الحديث صحيح، يا أخي هذا الحديث مش عارف أطبقه، لن أجد منه شيء. تنقلك هذه كلمة استغفر الله إلى أن تراه بأم عينيك هذا الحديث أنه صحيح، واقع، الآية التي قالها الله واقع أمامك ملموس تلمسه، فتنتقل يا أخي إلى ثقة في الله. إنسان تتكلم مما وجدت، تخاطب الناس مما وجدت، الذي يطابق ما قال الله وقال رسول الله، ما لم نأتي بحرف واحد من عندنا.
ستجد يوما ما إن متابعين محمد حجاز وأمثال محمد حجاز الذين يتكبر يعني من الذين يبلغون الآية التي كما نبلغها، يحاصرون كل بيت في بيوت المسلمين من هؤلاء الذين قالوا ثبت ولم يثبت، وتراهم إن حياتهم تتغير وهؤلاء يزدادوا ذلا وهوانا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سيبعث الله لكل بيت من بيوت المسلمين من يتابعنا ويعيش معنا، يعني يتابعنا محمد يعني المتابعين كمان القنوات التي هي انبثقت من بلغوا عني ولو آية، نفس الكلام يعني مش فقط محمد حجازي. حتى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهؤلاء أفراد البيت نفسه سيكون من بينهم من يعيش الآية ويغير الله واقعه إلى الخير ويزيدهم هوانا وذلا الآخرين، حتى يروا الكفة تنقلب لصالح ذاك المبلغ الذي عاش الاستغفار ولزم الاستغفار. والله شتان ما بين مستغفر وقائم ليل وصائم اثنين وخميس، شتان ما بين وبين، وكلهم خير، ولكن فوق الجميع هو المستغفر، فوق الجميع إنه المستغفر له مكانته عند الله. اقرأ يا أخي، ما كان لهم عدم يستغفرون له لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. تخرج آيات اللي تتكلم عن الاستغفار. عجب عجاب هذا الاستغفار. فنعم، الاستغفار سيغير الواقع المرير. فإذا أنت رأيت الصورة سوداء، إذا أنت لزمت الاستغفار سيغير الله واقعك ويجعلك حجة على من حولك، وسترى كيف يتقلبون في العذابات. ليش؟ لأن الله جاء بك لتخبرهم. أنا يا عمي بدأت أجد من الاستغفار. القصة التي جمعتنا مع الأخ محمد إبراهيم السوداني، هذاك الموريتاني الذي رأى رؤية فينا وجاء صديقه وقال له يا أخي اترك الاستغفار، شو بدك بالاستغفار، أنت مشغل حالك بالاستغفار. قال له كيف أتركه، أنا وجدت، أنا حياتي كانت صعبة تغيرت، أنا تغيرت الأمور. هو بالبداية طلق مرته وبعدين رجع، فوجد وتغير حاله وصار عنده كرامات. كيف يترك؟ الذي يجد هل يترك؟ ستكون يا مستغفرين حجة على غير مستغفرين من أولادكم وأزواجكم وأولاد حارتكم. عشان هيك أنا نزلت حلقة، وجدت لك نزلتها وعممتها وبعثتها لأئمة المساجد، منهم من طعن يريد أن يؤدبني بلغتي العربية. اللغة العربية أنا ضعيف في اللغة العربية صراحة، أنا بقولها، ويمكن أي واحد من متعلمي اللغة العربية يعرف أني أنا ضعيف في اللغة العربية. نعم، أنا أتممت لغة عربية صف 8 فقط، لأني أنا تعلمت في مدارس عبرية بعدين للصف 12، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة وخلصت، فما كان معي علاقة. هذا أكبر أسف، يعني لو كنت عندي اللغة العربية قوية ومعي شهادة من شهاداتهم، لا سبحان الله. على كل حال ما علينا، أنا نصحت لوجه الله ونشرت هذا لأني ما زرت الجيران وهكذا، فبعثت الفيديو هذا الدرس إلى الجيران من باب معذرة إلى الله، عشان ما يقولش يوما ما أي واحد منهن يا أخي أبو أحمد أنت بتعرف كل هذا اللي بتعرفه عن الاستغفار لكن ما علمتنا. ليش شو المانع؟ فبكون حجي إلي إني بعثت لك الفيديو أنت ما فتحتوش أو أنت سمعته وطنشت، ولا ربما هذا يأذن بشيء أكبر. إحنا بنعرف إن الله جل جلاله كانت الأقوام السابقة تريد آيات حسية، فكان عندما يرسل الآية الحسية ولا يؤمنوا يعذبهم، والله أعلم يريد الله أن يقيم الحجة على جميع ثم يأتم بالعذاب. ديروا بالكم يا جماعة، خليكم على الاستغفار، علموا أبنائكم الاستغفار. وقد يكون مش بالضرورة يكون العذاب جماعي، يعني مثلا قرية تهجر بكملها، يمكن أنت نفساني، أنت مريض، فلان مسحور، فلان الديون ركبته. غيروا واقعكم بالاستغفار. نسمع القصة ونستمر فيها. اعذروني، كلام مهم جدا.
القصة توافق ما نقول، وهذه القصة أنا أسمعها معكم صراحة. هذه القصة أريد أن أسمعها معكم. أنا إذا بصير وإني بغلط برجع القصة مرتين فوالله يعني بس هيك سهوا أو غلط، والله في قصص. يعني هاي القصة اليوم هي من 9 إبريل، من 9/4، إحنا اليوم 5/6، يعني في بعد كوم قصص مش نازل. أنا نشأت في عيلة حياتهم ضنك، غير إنهم القرآن ما بيمسكوه غير يوم الجمعة، وحتى مرات لأ. أبوي دائما كان عصبي، ودائما كان على خلاف مع أمي على أهون الأسباب، غير إنه أمي ما كانت تعطينا من وقتها دقيقة، دائما كان. إحنا نفهم والله يا جماعة، أنا ما سمعت القصة أقسم بالله. يعني هسه بدنا نصل إحنا لدرجة إنه تغير الحال. هل الاستغفار يغير الأقدار والأحوال؟ لسه بتسمع، أنا بدي أسمعها من البداية مبينة واضحة. كنا وين وبدنا نصير وين إن شاء الله. السلام عليكم أختي شيماء، أنا عندي قصة وآية بدي أبلغها. أنا نشأت في عيلة حياتهم ضنك، غير إنهم القرآن ما بيمسكوه غير يوم الجمعة، وحتى مرات لأ. أبوي دائما كان عصبي، ودائما كان على خلاف مع أمي على أهون الأسباب، غير إنه أمي ما كانت تعطينا من وقتها دقيقة، دائما كانت مشغولة. إخوتي وخواتي كلهم أكبر مني دائما، وممنوع أحكي رأيي بإشي. طبعا آخر واحدة بفكروا فيها أنه ياخدوها معهم مشوار. كنت ضعيفة الشخصية وجاهلة كتير، خصوصا بالحياة الاجتماعية، ومعدل الدراسة للأسف قليل ويا دوب على الحفة. أول تغير بحياتي كان بعمر 15 سنة. سمعت مرة عن فضل أذكار الصباح والمساء، والتزمت فيهم شوي شوي، والتزمت بالصلاة بوقتها، وشوي شوي السنن، وما كنت أترك ولا فرض، مع الوتر والضحى. كنت بعد كل صلاة أستغفر وأسبح وأدعي 3 ساعة تقريبا بعد كل صلاة، حتى إنه صلاة الفجر كنت أصحى قبل بوقت وأجهز حالي وأدعي وأصلي وأضل قاعدة لبعد الشروق. طبعا حياتي اختلفت كتير، حسيت حالي إنه أنا انولدت لأول مرة. معدل الدراسي طلع لل90، وأمي صارت دائما ترضى عني، وخواتي صرت أنا بير لأسرارهم. كنت أحكي لأختي إنه أنا بالجنة اللي حكى عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جنة الدنيا. نفسيتي الحمد لله تحسنت، وشخصيتي قويت، وضليت على هذا الحال تقريبا 3 سنوات، وأول سنة منهم كانت يعني أكتر التزام. الحمد لله أنا كنت الوحيدة بين صحباتي ما بحكي مع شباب، ولا بسمع أغاني، ولا حتى بحب ألعاب التلفون. للأسف لما وصلت التوجيهي تركت أذكار الصباح والمساء وانتكست. هذا الحكي سنة 2018. عدت علي سنة 2018، كانت صعبة كتير، ضغط نفسي، وحتى تركت قراءة القرآن، وصرت عصبية وبتقاتل مع أختي على أتفه الأسباب. صابني اكتئاب، وكنت ملتزمة بصلاتي والحمد لله. أول سنة 2019 أنا قررت إنه خلص أنا بدي أعتزل التلفون والشاشات وأقطع المسلسلات وألتزم بالقيام بنية الفرج. سمعت عن دعاء ذا النون، إنه أقرب ما يكون العبد من الله هو ساجد، فالتزمت بقيام الليل وبضل ساجدة وأدعي لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حتى هيك بضل الشروق مع قراءة القرآن. ما مر علي إلا 2 أسبوعين وصار الخطاب يزورونا بشكل كبير. كنت أنا مطلعة من راسي فكرة الجواز، لحد ما إجاني واحد مرتاح كتير وعلى خلق. استخرت ربنا وافقت عليه. سبحان الله، كل شي دعيته في هدول 2 أسبوعين الله استجاب له، من عطاء، صحبة صالحة، وخيرات بفضل الله. بس للأسف أنا ما كنت أعرف إن الواحد بس يترك الاستغفار ممكن يرجع ينتكس. ضليت 2 سنين على هالحال، وأنا من عز لعز وخير لخير، وحملت وجبت بنت مثل ما كنت أدعي، وحتى مرة تانية حملت وجبت ولد، وكنت مدلل بداري وكل شي بوصلني، مع إنه كنا ساكنين ببيت أجار، بس كان كل شي ميسر. لحد ما إجت 2021، هون بلشت المشاكل الزوجية والخلافات والتعب والبعد بسبب الأطفال والإنجاب. وكنت أقطع بصلاتي وما أصحى على صلاة الفجر. بنهار أقضيها أسمع قصص على اليوتيوب، وبالليل أقضيها مسلسلات وأفلام.
طبعا تعبت كتير من ضغوطات الحياة، بطلت لا ذكر ولا التزام بالصلاة ولا قراءة قرآن، حتى الصحبة صرت على خلاف معهم وانقطعت عنهم. للأسف صرت أسمع لأحد تعون الطاقة، وهون كان الدمار، طلاق وزعل عند أهلي. واقتنعت من تعون الطاقة إنه أذكار الصباح والمساء مش حل. وطبعا دخلت أنا بدوامة الشرك وأنا مش عارفة، ولا يوم لقيت لذة العبادة والطاعة، وانجرفت للأسف. حياتي صارت ضنك، انحرقت داري ومرضت واكتئاب. ضليت على هذا الحال سنين، بعيدة ومش ملتزمة ولا عارفة إني أرجع. بعدين اكتشفت إنه تعون الطاقة هدول على باطل. حاولت أرجع ألتزم بالصلاة والصوم والدعاء، بس ولا إشي بتحسن، لدرجة إنه صرت مش ملحقة شغل وطبيخ وولاد. وكنت أتذكر حالي وأنا واقفة في المطبخ بالساعات بطبخ وبجلي، فيش حتى وقت إلي أهتم بحالي. كنت أعيط أقول لربي يا ربي أنا حاسة حالي محكوم علي في الأشغال الشاقة مدى الحياة. صرت دائما على خلاف مع حماتي، دائما هي بتسيء الظن فيي وبتقلب جوزي علي. طبعا الكل يتسلط علي. رجعت شخصيتي ضعيفة واتدمرت. ضليت بضياع لحد سنة 2024. شفت في اليوتيوب فيديو شفت فيديوهات عمرو محمد حجازي. طبعا حكيت قلت مش معقول، لازم نستحضر قلب. وكنت كتير كنت كتير مستثقلة العدد الكبير 30,000. مرة قعدت أقول بدي أستغفر 10 دقايق وأشوف قديش بيطلع معي، وفعلا وإنه بدي أشوف قديش كم ساعة لحد ما أوصل 30,000، وكنت مش مصدقة. فوصلت 30,000 وانبسطت كتير، ورجعت سمعت له وحسيت كلامه ما شاء الله منطقي، وذكرني بالاستغفار اللي أنا استغفرته سنة 2019، وقررت إني أستغفر. طبعا العطاء بلش من أول يوم، راحة وأحلام حلوة وقوة على الطاعة. وصرت أصحى على صلاة الفجر وأنا بقمة نشاطي، والشغل كان يقعد معي 3 ساعات صرت أخلصه بساعة. بطل يحزني كلام جوزي الجارح، وصرت أعرف أدافع عن نفسي مع حماتي، وأعرف إنه كيف هي بتعرف كيف بتوقعني بالكلام، فأنا صرت أتجنبها. صار عندي وقت لأولادي، رحت سجلت بالجامع، كل يوم صرت أقرأ جزء أو 3 أجزاء من القرآن، وخلال أسبوعين كنت بس أوصل ل5 أو 7 آلاف استغفار. وشفت كل شي هادي والخيرات، وحلمت مطر خفيف وثلج ناعم وخفيف، وكنت كتير مبسوطة في المنام. سمعت فيديوهات مفاتيح سورة البقرة وتحمست. بعد أسبوعين من الاستغفار قررت إني أبدأ بسورة البقرة، بس للأسف أنا استعجلت وبلشت فيها 3 مرات. أول يوم كانت تقيلة كتير، تاني يوم خلصتها من كتر التعب اخفيت، وكانت كتير تقيلة علي درجة إني صرت أسمع صوت خفيف بالدار وخفت أتحرك. ثالث يوم كملت فيها مرة واحدة في اليوم. بعد أسبوع كنت بدي أفوت على الحمام، أجلكم الله إلا بلاقي ثعبان كبير بالحمام. صرت أصرخ وصحيت كل الدار وصحيت كل أولادي، وما بعدتهم على الروضة يومها من الخوف. جوزي قتلها وكان طولها 1.20 سنتي. طبعا أنا كتير خفت وصغبتني حالي نفسية، وصرت مش قادرة أقرأ سورة البقرة، كانت تقيلة علي. يا ريتني استليت بس إني أوصل 30,000. حتى في وقتها بعد صورة إنه على التعليقات على فيديوهات محمد حجازي بعد ما طلعت لي الحية. ضليت ملتزمة بالاستغفار وجزء من القرآن، وكانت العكوسات تزيد علي من جميع النواحي، من الجوز، من الأقارب، دار الحماة. حتى وصلت إنه عندي إنه مش قادرة إشي بقلبي. بعد 4 شهور من الاستغفار، بعد أعداد بسيطة مش أكتر من 12,000، الحمد لله طلقني جوزي، وكانت الطلقة الثانية. وقررت إنه أنا ما بدي إياه خلص. رحت عند أهلي أنا وولادي، وانفتحت أبواب الخير علي من كل الاتجاهات. كان الطلاق مثل البلسم على قلبي. أهلي أعطوني دار. طبعا نسيت أحكي إنه مع الاستغفار كان الله يفتحها على أهلي كمان، والحمد لله أهلي أعطوني دار. بعد شهر لقيت شغل ب2000 شيكل. بالنسبة إلي ما كنت بتخيل إني بشتغل أصلا، وإخوتي صاروا يعطوني مصاري، وتعلمت السواقة.
وكان موفر لي سيارة والحمد لله. من نعمة لنعمة استمر الحال معي، وعملت عملية لبنتي كان لازمها عملية من 4 سنوات، بس أبوها مش قابل يدفع، وصلحت أسناني. وابني كان مدمن على التلفون، بطل مدمن عليه، وتحسن النطق عنده وتحسنت أخلاقه. كنت أروح من الشغل يكونوا نسوان إخوتي غاسلين غسيلي ومطعمين أولادي ومدرسينهم، وأمي وأبوي يصيروا يحكوا لي الله يرضيكي ويهنيكي. والله أنا يعني عشت بعز من بعد ما عشت الذل، وارتحت من كل البهادل وكل يعني أشياء صعبة بالحياة. حتى صح لي جلسات مجانية لبشرتي اللي أنا كنت مهملتها، وكانت الجلسات هاي بتكلف كتير أكتر من راتبي. وعملت فحص لجسمي، وأخذت إبر، ورفعت الفيتامينات عندي. هذا كله عطاء من رب العالمين، والحمد لله استمريت على هذا الحال 9 أشهر حتى رجع جوزي مع جاها يرجعوني. أهلي حكولي ارجعي بالشروط عشان أولادك، وصليت استخارة أكتر من مرة، وقررت أرجع عشان أولادي، وتوكلت على الله ووافقت أرجع. من أول أسبوع من رجعتي جوزي كان حاجز لنا عمرة، وطلعت معه عمرة فورا. ومن بعد العمرة كنت بدي أترك الشغل، صاحبة المحل قالت لي تعالي نص الدوام وخدي راتب كامل. سبحان الله الحنان المنان. الحمد لله صلي من 2024 أنا ملتزمة، وكل هذا وأنا لسه بستغفر من 5 ل 7 آلاف باليوم، وإن شاء الله بدي أحاول أوصل 30,000 وألتزم بسورة البقرة بإذن الله. قررت اليوم إني أكتب قصتي لأنه إحنا بحرب، وصرت خايفة على أولادي، ودخل الخوف قلبي. يا رب القصة هاي تساعد اللي يسمعها، وتكون إلها دفعة إلي إني أوصل 30,000، وبتمنى تحكوها بصوت حتى تكون أسهل على الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هاي القصة من عندنا، مش عارف وين، من الضفة، من الداخل، مش عارف منين، بس من الداخل، لأنه العملي بالشكل، وهي قصة من عندنا. ما علينا. نعم، الاستغفار غير واقع. الزوج كان انقلب، تركته، تحسنت الأخلاق، رجعنا بعزتنا وكرامتنا. الشغل كان كثير، خف، الأولاد تغيروا، كل شيء يتغير. مصيبتنا في ذنوبنا. اتركوا ذنوبكم وكثروا من الاستغفار. المستغفر الكثير ينفع غيره، المستغفر القليل لربما ينفع نفسه. شدوا حالكم بالاستغفار الكثير الذي سيعم الخير كله في المنطقة كلياتها، حتى بيتك. كيف قالت آيل هتغير حال. نعم، في أشياء بنيت على باطل يهدمها الله ثم يعيد بنائها، كهذا الزواج الذي كانت يعني طلقت ثم صح الأمر بالآخر إن شاء الله. ونسأل الله أن يديم عليهم الود والمحبة وجميع المسلمين. نعم، حل الاستغفار يغير الأقدار، ومن غير الاستغفار الذي يغير الأقدار. الاستغفار هو لا شيء آخر. الاستغفار، الزموا الاستغفار، ثم لا تخافوا حي ولا أفعى ولا كلام من هذا الباب. تحصنوا بأذكار الصباح والمساء. عشان هيك بيوت المسلمين لازم سورة البقرة تشتغل فيها دائما، ودائما يكون في ذكر الله. بيوت يذكر فيها الله لا تقربها الشياطين، ديروا بالكم منها. لكن مش غيبة ونميمة وذكر الله، مش قرآن على الرف ولا تقرأ فيه وأخلاق زفت وهكذا، بفكر حالك شيخ وانت على أساس بتصلي. لا، توبوا، اتركوا ذنوبكم، امتثلوا لأوامر الله ونواهيه، وشوفوا الخير العظيم مع لزوم الاستغفار الذي فيه وعود. يعني أنا لو أني لم أستغفر وأنا إنسان تقي وما شاء الله، نعم سيرزقني، لكن ليس كالمستغفر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هذه تعليقاتكم، دونوا قصصكم، اكتبوا كلام، انشروا هذا الكلام، بلغوا آية، هذا المطلوب. الله يحييكم ويبارك فيكم. هذه الحلقة ستكون على القناة الثانية يشاركها فيها الفيسبوك. القناة الأولى عليها حلقات تخصها هي لوحدها لا تنزل. كنت أنزل في الماضي على كل القنوات اشتراكي، لا، الآن
وإذا كانت الحلقة طويلة فاعلموا أن الموضوع مهم جدا جدا على القناة الثانية، مهم لصالحكم مش لصالحي. لصالحي أساوي ريلزات قصيرة إذا بدي أساوي 10 دقائق وامشي 10 دقائق وامشي، لا، هذه أمة لازم تنهض. لازم يكون عندك مسؤولية أنك أنت تأخذ الأمر محمل الجد. لازم تكون طالب فهمان، مش فاهم قارئ 10 كتاب 1000 كتاب جاي تقرأ لنا شعر، بالآخر أنت لا معك سيف ولا معك فرس. بدنا نعيش الحقيقة. الله يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله، وأحب الدين، وأحب الله، وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وأحب من يحب الله، وأحب من ينصر دين الله. والله هذا الذي أريده، أن تكونوا ناصرين لله موحدين، نعم، وشاكرين لله. والشاكر دائما يحبب الناس في الله. كن وقليل من عبادي الشكور. نعم، ناكل نشرب ونشكر غير الله. الله يحييكم، كونوا شاكرين لله، اعرفوا ان كل الخير هو من عند الله، انما حرمنا بسبب ذنوبنا، والاستغفار هو الذي يقلب الموازين ويبدأ البناء الجديد الصحيح. السلام عليكم.